السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم فيديو جديد، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو كما العادة كل مرة جديدة تاعي. واليوم جبت لكم غريبية عن طريقة تاعي، طريقة ام وليد. يعني مقادير الغريبية باينين كما الغريبيات كامل. يعني صراحة ما كاش اللي ما عندوش هذا المقادير في الدار. قلت اليوم عندي واش ندير للعشوية الميريندا. قلت ندير عندي شوية سمسموس، قلت ندير شوية غريبية. منها رانا في أجواء تاع رمضان شعبان، قبول علينا شهر رمضان، إن شاء الله يا ربي يدخل علينا بالصحة والهنا إن شاء الله يا ربي. واليوم جبت لكم غريبية بريستيج، حتى في الحطة تكون في الحطة تاعها هايلة إن شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها وتردوا لي الخبر. ونقول لكم السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. اللي اول مره شاف القناه تاعي لاول مره ما ينساش يضرب زر الجرس، ما ينساش يكتب لي تعليق كيما هو زين، ما ينساش يكتب لي حاجه ربي يفرحوا في هذا الشعبان، في هذا دخول رمضان باذن الله يا ربي يدخل علينا بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. كما ولدتكم العاده ما ننساش ذكر والصلاه والسلام الحبيب. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى ان شاء الله يا ربي. كما نقولوا ان شاء الله يكون شفيع لنا في الدنيا وفي الاخره باذن الله يا رب العالمين. ونبداو بسم الله على بركه الله. وصفه سهله 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 سهله، وبنينه والطريقه هايله. وحتى في الحطه تكون تاعها شابه وزينه. ونبداو على بركه الله نوجدوا المقادير. بسم الله على بركه الله نوجدوهم. المقادير عندنا كاس زيت، عندك نص كاس الا ربع سكر غلاسي، ولا فاني ومغرف صغيرة تاع لاليبيغ. وتحضري الغريبية يعني سهلة. ما كاش اللي ما عندوش هذه. والكاس اللي تعبري به الزيت عبري به السكر. هيا نبداو على بركة الله. بسم الله، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. سكر غلاس كيما كنتوني كاس الا ربع. ونبدا واحدة لافاني ونخلطو مليح باش تولي البنة زوينة. ونبداو على بركة الله. والغريبية سهلة وبنينة، وهي احنا ما نستغناوش عليها في المائدة تاعنا. يعني صراحة في الحلويات العيد لازم تكون الغريبية حتى مطورة بالدجاج ولا اللوز. تبقى الغريبية عاصمية. وان شاء الله يا ربي تجربوها وتردوا لي خبر. نبداو على بركة الله. راني درت السكري، راني درتو هزيت لافاني خلطته، واني نعبر في الزيت. عندي كاس زيت نديره ونخلطو غير بشويه. بسم الله على بركة الله. وما نساوش احنا رانا نخلطو. واللي راه يتفرج في الفيديو تاعي ما ينساش يصلي على اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. نستنفع انا باذن الله يا ربي. ويزيد يكتب لي تعليق اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى باذن الله يا ربي. ونبداو نخلطو غير بشويه حتى تخلطوها كامل. يدخل هذاك السكر لازم يذوب في داك الزيت. يعني كل الطريقه وطريقه سهله ما كاش اللي ما عرفش يصنع الغريبيه. بغيتي ديري فيها لوز مطحون، بغيتي ديري فيها دجاج، بغيتي بصح نرجعوا للاصل تاعها الغريبيه العازميه. هكا مصنوعه لا فيها لوز لا فيها دجاج لا فيها حتى حاجه. مادام كانت البنه في صوالح بكري كانت البنه بنه هايله. كان الكحك وكان الطورني وكان حلوة الطابع وكان هذاك والقريوش وكان المقروري. يعني صراحة هما دوكا الحلويات كلها يعني باللوز وما عندهاش بنة. صراحة نبغوا اللي حب واللي كره. يعني صراحة حتى تكون باللوز ماهيش كيما بنة بكري صراحة. ونخلطوا بشوية ديك الفارينة وديك السكر غلاس راهم تخلطوه مع الحليب. عندكم مستغفر الله عندكم الحليب السكر غلاس مع الزيت. يعني صراحة راكم عارفين خطرات الواحد يغلط، راكم تشوفوا فيا يعني نصور ونفرغ يعني شوية صعيبة. بصح نوريكم لقطة بلقطة بإذن الله يا ربي تعجبكم الطريقة وتردوا لي خبر. دوك نقي هذيك البلاصة من تماك ثاني ما خليهاش كيما راهي هكاك. كتك الدنيا هذيك مروبلة، ما نبغيش الدنيا تكون مروبلة، نصنع غير بشوية حتى نكملها كامل ان شاء الله يا ربي. راني نخلط فيها غير بشوية حتى نخلطها كامل. يعني صراحة غريبية عاصمية، غريبية الغرب، غريبية الشرق، غريبية كما تحبي تقوليها. يعني كل واحد في منطقة يسميها
حنا نسموها منطقة نسموها الغريبية. غريبية يعني من اسمها تكون لذة في الأكل تاعها، تكون تتفتت، تكون كل واحد متخليهاش طيب بزاف، طيب غير شوية باه تجيك زينة وتجيك بنينة وتجيك تتست. ونقي ديك الدنيا اللي درت لها هكاك انايا، راني نقي فيها وميمتو نخليها شوية. ومغرفة صغيرة تاع لاليفيغ ما تنساوش، مغرفة صغيرة تاع لاليفيغ تاع قهوة، لاليفيغ ولا فاني وكاس زيت وكاس الا ربع سكر غلاس والفرينة حتى تلمي العجينة. هذه هي المقادير تاع الغريبية. ونرجعوا نقول لكم اللهم صل وسلم الحبيب المصطفى حتى نكلموا كاع هذيك العجينه مره على مره، نقولوها في القلب حتى نلم هذيك العجينه تاعي نلمها كامل كامل كامل. اللهم صل وسلم الحبيب المصطفى، 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 اللهم صل وسلم الحبيب المصطفى. يا اللهم بارك على محمد وعلى محمد وبارك على ابراهيم وللعالمين إنك الحميد المجيد يا رب العالمين. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم من إنك الحميد المجيد يا رب العالمين. وأنا فرغت كاع هذيك اسمها حتى نلم هذيك العجينات كلها بيدي، نزيد نكمل نلمها بيدي. راكم تشوفوا فيها العجينة كي ولات في يديك من هكا ما تخافيش منها، وميمتو صايرة هي مليحة هكا. تكبدي تكوريها كويرات صغار حتى تكمليها كامل كامل غير باش بالعقل عليك. مام هي تتلمد لك كي تكون مواسية تلمد ما تعبنكش ان شاء الله يا ربي. وصفة اليوم وتجيكم سهلة وبنينة وتجربوها وتردوا لي خبر باذن الله يا ربي. مرحبا بكم كامل. اللي يوصل للقناة، اللي يوصل اللي شاف اول مرة القناة تاعي ما ينساش بارطاجي لي لاشين، ما ينساش يكتب لي تعليق، ما ينساش يكتب لي الله يزين اياماتكم. ما تنساوش يعني تعاونونا بالبارطاج، تعاونوا هاد الفيديوهات القنوات الصغيرة يعني غير بكم نتوما ان شاء الله تطلع يعني صراحة ماشي بي انا ولا بي انا نقدم لكم المجهودات بصح نتوما مجهوداتكم اكثر يعني صراحة واش نقول لكم بارك الله فيكم كامل كامل كامل، ربي يحفظكم. والعجينة راني بديت نوجد في السني، راكم تشوفوا لازم تخلطيها مليح، لازمكم تشوفوا بها مرة على مرة نعاود نرجع لها، لازمنا حتى تخلطيها مليح مليح. لاخاطرش كورت الكويرة الاولى وما جات تحلت، لازم نعاود الزوجة باه نشوفها بيان لا تحل ولا ما تحلش حتى نكملها كاع. ومن بعد كي نكمل كي من هكا لازم كي من هكا صاير ديجا هكا راه مخصهاش الفرينة، نديرهم كويرات صغار كاع كويرات 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 ونحطهم في الصينية. والطريقة سهلة 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 وجد بسيطة. والمقادير تاني مكاش دار اللي ما فيهاش الزيت والفرينة والسكر، حتى ما عندكش السكر غلاس تبقي طحنيه في الماشين في الفرحة وانتي يا وسيتي. يعني صراحة صوالح تكوني انتي اقتصادية، يكون عندك صوالح تبغي تصنعي تبغي ديري كاش حاجة ولا. هذه هي نكورها كامل كي من هاك. يعني غير نعاود ونعاود، لازم ندخل فيها داك الزيت وداك السكر غلاس، لازم نعاود ندخل فيهم مليح مليح. مانيش عارفه علاه العجينه ما بغاش تقبض لي ونعاود. يعني صراحه العجينه مش عارف كل على حساب الفرينه اللي عندك في الدار. شوف الفرينه اللي عندك نورمالمون هاد الفرينه هي اللي شويه غبنتني، ما نقدرش ندير فيها البيض، راني نساعد فيها لازم تكون بدون بيض باش لا دير فيها البيض. وهنا راني كورتها كامل 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 وتشوفوا فيها كورتها.
والديكور بغيتي ديري لها بتاتا قرفة، بغيتي ديري لها، مي أنا هاد الخطرة اخترعت فيها شوية، درت كان عندي واحد الطابع تاع الصابلي، درته غطسته في القرفة ودرت حطيته فوقها، جات هايلة هايلة، جات الديكور شباب شباب بزاف بزاف. على هاديك قلت نجربوا هاد الوصفة أو ندير لي خبر وجربوا هاد الديكور، شوفوا الديكور كي جا شباب تاع الغريبية هادي، يعني جا صراحة هايل هايل بزاف. ماذا بكم تجربوه وتردوا لي الخبر بإذن الله يا ربي. شوفوا جات هايلة بزاف، حتى المنظر تاعها كان جميل جدا، منظر هايل، منظر يغير يعني صراحة. راكم تشوفوا هنايا طيبتها ووجدت لي، يعني صراحة كانت جد رائعة، شهي بزاف، شهيكم في الجنة. يعني ما تنساوش تجربوها وتعطوني الخبر بإذن الله يا ربي. ونقول لكم السلام عليكم، مرحبا بكم، ونقولكم كامل 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 مرحبا بكم في القناة تاعي، مرحبا بكم في الفيديو هذا اللي درتو ان شاء الله يا ربي. الفيديو الجديد اللي راح نديرو ان شاء الله تعجبكم هذه الغريبيه العاصميه، غريبيه يعني بطريقه طريقه كويزين ساره، طريقه ام ساره، طريقه يوسف، طريقه يعني سهله سهله سهله. مرحبا بكم كامل 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 كامل، ونقول لكم بارك الله فيكم وربي يحفظكم كامل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.